هسيبه بس يبرد حبه صغيره بس كده. في الوقت ده انا هوزع هنا البسكوت، هوزع كميه البسكوت بالشكل ده. وزي ما قلت لك ممكن تزودي مع البسكوت ده اي فاكهه انت حباها، هتديكي طعمه حلو وكمان هتبقى مغذيه. هنزل هنا كده على البسكوت بالشكل ده. نزلت على البسكوت بالشكل ده، شايفين الجمال. هنسيبه بس لما يهدى لغايه ما يبرد شويه كده عشان ما يدخلش التلاجة وهو سخن، وهندخله التلاجة وان شاء الله بعد ما يدخل التلاجة هنرجع نقدمه مع بعض. مش بقول لكم تحليه سهله وسريعه وبسيطه وكمان مش مكلفه. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا